الله سبحانه وتعالى إذا حب عبد ابتلاه. لربما يبتليك لأنه يحبك. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. شنو يعني لك مفهوم الابتلاء؟ اختبار. هي الهدية. الدنيا هذه دار ابتلاء وامتحان. هذه الحياة جبلت على ألوان من الكدر، هي مجبولة على كذا، اختبار وابتلاء وامتحان. والإنسان لازم يبتلى. شخص مبتلى في نفسه، مبتلى في عزيز عليه. الله سبحانه وتعالى أحيانا يبتليك ببعض الأشياء، في صحتك، بالمرض، فشل، ظلم، الفقر، ابتلاء ورا ابتلاء، يكون بالخير ويكون بالشر. فالله من رحمته بعبده يبتليه. ليش؟ أطلبه وأسمع الله صوتي كل يوم لتعود إلى الله سبحانه وتعالى ليسمع تضرعه، ليجيب دعواتك. إذا صبرت على البلاء فلك هذه الثلاث: إما لرفع الدرجات، حتى الله عز وجل يكفر عنه سيئاته، أو يدفع الله عنك أذى مقدر. يكفيك من بعض الابتلاءات أن تعرفك على الله سبحانه وتعالى. أن البلاء يسوق قلبك إلى ربك. قربني من الله بالدعاء وبالصلاة وبالخشوع. أن الإنسان لابد أنه يصبر على الابتلاءات. إلى أي مرحلة يصل صبر الإنسان على الابتلاء؟ الله تعالى قص الابتلاءات على وسعك، لا يكلف الله نفسا لا وسعها. هذه قاعدة. ترى ربي سبحانه ما يعطي الشخص إلا الشيء اللي يستطيع تحمله، إلا على حسب طاقتك أنت. إلا عنده من الطاقة ومن التحمل ومن الوسع اللي حتى هو يستغرب كيف نثبت الوقت هذا. فأنت لما تؤمن بهذا بعينك الله أو تعداها بإذن الرحمن فريح. والإنسان يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. كل شيء بمقدار عند الله سبحانه وتعالى. فلا تحاتم. ومن أشد الناس بلاء؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل بالأمثل. حتى في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كلها غالية الأشياء. الله سبحانه وتعالى زف البشرى من سابع سمة. كمل وقال: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى يقول لك أبشر إذا صبرت. أولئك على صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وكيف لا أصبر وقد وعدني الله 3 خصال. الله سبحانه وتعالى وعد، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شنو يعني بغير حساب؟ ما في حساب، بدون رقم، كالماء المنهمر يغرف لهم غرف. اصبر واحتسب. لمتى بنصبر؟ الله ما قال لك لازم أعطيك الحين. والله سبحانه وتعالى خبأ للمبتلين عظيم الأجر يوم القيامة. الابتلاء نعمة أو نقمة؟ قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. ترى هذا الابتلاء من أشد الأنعام من الله سبحانه وتعالى. اقنعني. كيف البلاء نعمة؟ إذا كنت مقتنع أنها من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا بعض الأسر لديها طفل معاق، هذا الطفل نعمة على أهله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وما كان ذاك إلا المؤمن. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا وأن يقول آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وش الواجب علي؟ يعني جاني بلاء. وكيف ممكن يتجاوزه؟ خليك دائما واثق بالله سبحانه وتعالى، أن تحسن الظن بالله، أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره. احنا انبياء عشان نتحمل كل هذا الصبر، احنا بشر. والأنبياء بشر. وأكثر هؤلاء الأنبياء ابتلاء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا صبر أيوب على بلواه. أيوب عليه السلام مر بابتلاءات بكل الأنواع. مرض طويل جدا. 18 سنة أيوب بريح الفراش. وتصبر على هذا الابتلاء ويرضى بحكم الله عليه. ثم جملة واحدة فقط: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له